Accent المرقصي للمالتي ميديا. الآب والابن والروح القدس واحد امين، له المجد والعظمه الابد الابدين امين. هنتامل النهارده في جزء في رساله عبرانيين اصحاح 2 ايه 3 و4. بيقول ايه؟ يقول: فكيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا، شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. بيعلمنا بولس الرسول وبيعلمنا يقول كده: كيف ننجو نحن إذا أهملنا خلاصا هذا مقداره. كيف ننجو نحن إذا أهملنا خلاصا هذا مقداره. بيتكلم على خلاص الرب يسوع له المجد. وأنا وضحت لكم قبل كده، قلت لكم إن الشيطان كان في الأصل ملاك وساقط بقوة ملاك وساقط معاه تلك الملائكة، وأما الإنسان بكتير جدا. والرب يسوع له المجد جه عشان خاطر يخلصنا وينجينا من قصاص خطايانا وينجينا من الشيطان وينقلنا معاه الفردوس. وهنا بيوضح مش ممكن تنجو بدون خلاص المسيح، يستحيل. كيف ننجو نحن إذا أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ مش ممكن. وقلت لكم لأن إحنا إنسان كإنسان مسيحي أول حاجة بتتعمد، أنت مولود من الماء والروح القدس، ما أنتش مولود من شهوات الجسد. والكتاب بيعلمنا من لم يولد من الماء والروح لا يقدر يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، انما اللي اتولد من الماء والروح القدس ده ابن مش عبد، والابن هو اللي يرث، العبد مش بيرث. وبتندهن بالميرون تبقى هيكل مقدس للرب، كتب لنا مسحه من القدوس. وبيعلمنا انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، بتتقدس وتتخصص وتدشن هيكل للرب جسدك. يعني المذبح ده عشان بابا يجي يدشنه، او لما يجي يدشنه يدهنه بالميرون عشان يقدسه ويخصصه للرب. انت كمان في المعموديه بتدشن وتندهن بالميرون، مقدس ومخصص للرب، هيكل مقدس للرب من الروح القدس تحل فيك. والحاجه الثالثه انك بتتناول، وانا قلت لكم ده اعظم عطيه اعطاها الله للبشر، تتحد بالمسيح. احنا بنصلي القداس كله عشان الروح القدس تحل على الربوان حول جسد المسيح، وتحل على عصير الكرم ممزوج بالميه تحوله لدم المسيح. وانت بتاخد الجسد حل فيه الروح القدس والدم حل فيه الروح القدس. الروح القدس اللي في الجسد ده بتتحد بروحك، والجسد ده بيغذي الجسد. والانسان لما بيموت الروح بتسيب الجسد، فالروح المتحده بالمسيح عشان ما يقدرش يقرب منها ابدا. المتحد بالمسيح عشان ما يقدرش يقرب منه. انما لو مش متحد بالمسيح الشيطان بيخطف الروح للهاويه والموت. انما المتحد بالمسيح يطلع من ارض الفردوس على طول. وعشان هنا بيتكلم كيف ننجو إذا أهملنا خلاصا هذا مقدار. إزاي تنجو بدون المسيح؟ لأن الشيطان في الأصل ملاك، ومن أعلى طغمات الملائكة مرتبط الكروبين، وسقط معاه تلت الملائكة، وقعوا من اللسان بكتير جدا، فرق رهيب في الأول. ومن هنا اتحادك بالمسيح جه عشان خاطر ينجيك. عشان خاطر كده استحالة تنجو بدون خلاص المسيح، يستحيل تنجو بدون خلاص المسيح. ونلاحظ، هقول لكم حاجات عشان تبقوا عارفينها. وهو بيتكلم برضه ان ربنا بيفهمنا من البداية خالص لما وعد في النبوات ان نسل المرأة يسحق رأس الحية. هيجي المسيح هو الوحيد نسل المرأة، الوحيد مولود من الأم بس، هو سيد المسيح على المجد. كلنا نسل آدم وحواء، إنما نسل المرأة فقط هو سيد المسيح على المجد. هيسحق رأس الحي، يسحق عشان ينجينا إحنا منها، وياخدنا معاه الفردوس من البداية. ونلاحظ تتأمل مثلا في ضربة زي ضربة خروف الفصح اللي ربنا جابها.
فرعون كان بيرمز لإبليس، والضربات العشرة جم على فرعون وشعبه وما خلصوش الشعب من عبودية إبليس، ما خلصوش الشعب من فرعون. الضربة اللي خلصت الشعب من عبودية فرعون وخلصتهم من العبودية كانت ضربة خروف الفصح. هي ضربة خروف الفصح. والله حسب بولس الرسول يقول كده برضه: فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. فصحنا المسيح رمز للمسيح، عشان كده قال فصحنا المسيح. حتى عيد القيامة في الغرب بيسموه عيد الفصح. فنلاحظ في الضربة ديت اللي خلصتهم من ايد الشيطان ان جه ربنا قال لموسى النبي ايه؟ قال له ضربة واحدة هجيبها هيطردوكوا طرد، هيمشوكوا. وهنا قال له هات لي خروف صحيح حولي ذكر ابن سنة، وقال كده هاته في اليوم العاشر ويقعد لليوم الرابع عشر. الشهور العبرية بتكون شهور قمرية، فاليوم الرابع عشر بيكون القمر بدر بحيث ان الكل يتحرك بالليل ويبقى الجو منور ليه. فقال له هاته في اليوم العاشر وخليه تحت الحفظ لليوم الرابع عشر، وقال له كده بالنص 4 أيام تحت الحفظ. ما ينفعوش 5 ما ينفعوش 3. ليه؟ لأن الكتاب علمنا قال لنا السيد مسيح المجد فصحنا المسيح ذبح لأجلنا، فخروف الفصح رمز للمسيح، وتحت الحفظ يعني تحت الملاحظة يعني قدام عينك. فأنت لو عاوز تعرف المسيح اللي فداك قدامك الأربع أناجيل. الأربع أناجيل يرمز 4 أيام، لأن اليوم ده يوم حياة والإنجيل حياة. اليوم ده بيشيل الحياة، والإنجيل بتاعنا هو كتاب الحياة. فأنت تعرف المسيح من خلال 4 أناجيل، مش ينفعش لا 5 ولا 3. فبنلاحظ تجيبهولي خروف حولي صحيح 4 أيام الحفظ، وبعدين تيجي بقى في اليوم الرابع عشر قال لك كده اتكلم عنه بتذبحه وتاخد الدم ترش على القائمتين والعتبة العليا. ترش على القائمتين والعتبة العليا، وهو بتشويه شيا تأكله شيا على سفودين متعامدين، والغريب ما ياكلش منه، المختتن فقط. عشان كده المتعمد هو اللي يتناول بس، المختتن فقط هو اللي ياكل منه، وبعد منه تأكل كله مع جوفه وأكارعه، والمتبقي تحرقه بالنار. وفي نفس اليوم ده الملاك المهلك هيمر على كل أرض مصر، يرى الدم فيعبر. ولقيت البيت اللي مفيهوش الدم الملاك المهلك يخش هيموت من بكر الإنسان لبكر الحيوان، من بكر الفرعون لبكر العبد. كل إنسان كل بيت ما فيهوش الدم الملائكة الملك هيخشوا لا محالة. ونتأمل أول حاجة قول له خد الدم ورش على القائمتين والعتبة العليا. ما ينفعش العتبة السلفة دم يرمز دم مقدس ما يندس بالأقدام، القائمتين والعتبة العليا بس. وهنا ليه؟ ترمز الدم مقدس، وفي نفس الوقت البيت بيرمز لجسد الإنسان، والدم فيه ماء وروح يشل المعمودية. فهنا المعمودية في الإنسان، خروف الفصح بيشل المسيح، الإنسان بيتناول. فالإنسان المتعمد وجواه المسيح لا يمكن الملاك المهلك يخشوا على الإطلاق. الإنسان المتعمد وجواه المسيح مش ممكن الملاك المهلك يخشوا على الإطلاق، على الإطلاق. فهنا كانت الأول علامة يرى الدم فيعبر، ما يقدرش يخش. إنما البيت اللي هو ما فيهوش الدم خروف الفصح الملاك المهلك يخش لازم يموت، من بكر الإنسان لبكر الحيوان، من بكر فرعون لبكر العبد. فهنا نلاحظ كمان يقول له تشويه على سفودين متعامدين، ما فيش عظمه تكسر، رمز المسيح عظمه تكسر. والشيء الحرارة توصل ل 250، انما في السليب توصل 100 بس. ودي كنايه عن شده الالم اللي هيشوفه على الصليب، شده الالم اللي هيشوفه على الصليب. وقال المختتن هو اللي ياكل منه بس، المتعمد، ده رمز المعموديه، هو اللي يتعمد. الغريب ما تاكلوش، الغريب ما ياكلش، اللي اتبقى تحرقه بالنار. محدش ياكله غير المتعمد بس، محدش ياكله غير المتعمد بس. وفي اليوم ده هوت
طبعا الضربة دي اللي خلصتهم من عبودية فرعون، عبودية إبليس. هي الضربة خلصتهم من عبودية إبليس. ومن هنا كانت جنازة ثقيلة في كل بيوت المصريين. الابن البكر مات والحيوان البكر مات في كل بيوت المصريين. ومن هنا نلاحظ ان الضربة ديت اللي خلصتهم من عبودية فرعون، يعني خلصتهم من عبودية إبليس. فهنا بيعرفك فصحنا المسيح اللي ذبح من أجلنا هو اللي هيخلصنا من عبودية إبليس. لأن الإنسان اللي بيفعل الخطية هو عبد الخطية، وما دام فعلت الخطية بقيت عبد الخطية، إبليس هيسيطر عليك. إنما لما جه المسيح بقى دمه طهرنا من كل خطية، ومن هنا أصبح إبليس ملوش سلطان عليك. أصبح إبليس ملوش سلطان عليك. وده اللي نلاحظه بيتكلم في سفر الرؤيا لما اتكلم أراني جمعا عظيما من يستطيع أن يعده، هؤلاء متسربسين بيض، هؤلاء الذي بيضوا ثيابهم في دم الحمل، هؤلاء ليس لموت السنة سلطان عليهم، هم دول اللي يخشوا مع الفردوس. فنلاحظ الضربة دي خلصتهم من عبودية إبليس، خلصتهم من عبودية إبليس. عشان خاطر كده دي الضربة اللي خلصتهم. عشان كده لك كم عقابا أشر إذا أهملنا خلاصا هذا مقداره، وكيف ننجو إذا أكملنا خلاصا هذا مقداره. ونلاحظ برضه إن بعد كده لما جم مشيوا وشق البحر قدامهم وجم نزل لهم المن كان رمز سيد المسيح المجد نازل من السماء، بيجمعوه ويصحنوه في الهواء رمز الألم، وطعمه كقطائف بعسل زي بذر الكزبرة قطائف بعسل. وده بيشير طبعا الكحل كلهم مشتهيات، كان بيرمز لسيد المسيح المجد. فكان لو أي إنسان رفض ياكله هيموت. ده الغذاء الوحيد في البرية، زي ما جسد المسيح ودمه الغذاء الوحيد اللي ينجيك من قصاص خطاياك. الجسد والدم الغذاء الوحيد اللي ينجيك من قصاص خطاياك، فهو رمز لسيد المسيح المجد. للأسف لما تذمروا عليه وقعوا فريسة للشيطان. أول ما تذمروا على المن قالوا طعام سخيف، بس طلعت حيات محرقة من الأرض قرصتهم، مات عدد كبير. صرخ موسى للرب، فربنا قال له تجيب راية تحط على حية من النحاس، واللي تقرصه الحية المحرقة بس يبص لحية النحاس، فبدل السم يسرف جسمه يموت يطلع بلا جسمه ويعيش. والراحز الرب يسوع المجد في إنجيل يوحنا صح 3 يقول إيه؟ وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هنا معناه إيه؟ الحية المحرقة رمز إبليس، وما ظهرتش غير لما اتمرد على المسيح، اتمرد على المن. فاللي بيتمرد على المسيح بيبقى فريسة في إيد إبليس. طبعا بدأ الناس تموت، إبليس على طول بيموت. لازم تبقوا عارفين دي. الرب يسوع المجد هو القيامة والحياة، الشيطان العكس والموت. فلما وقع فريسة في إبليس خلاص بيموت. ومن هنا قال له تجيب راية رمز الصليب، والحية النحاسية رمز الموت المسيح على الصليب. واللي تقرصه الحية المحرقة بدل ما هيموت بص بس للمسيح اللي مات بدلك على الصليب، السم يطلع بره جسمك وتعيش. السم يطلع بره جسمك وتعيش. عشان كده في سفر دانيال وكده إلى أن أتى قديم الأيام ودفع الدين لقديس العلي فملك القديسون المملكة. سفر دانيال امتى دفع الدين لقديس العلي؟ لما فدانا على الصليب. لما فدانا على الصليب. عشان كده كان عقابا أشر إذا أهملنا خلاصا هذا مقدار. ومخوف هو الوقوع في يد الله الحي. العقاب رهيب. الناس بتستهين بعقاب الله، وده أمر صعب. أمر صعب. عشان خاطر كده بيتكلم إن أهملت هذا الخلاص كيف ننجو إذا أهملنا خلاصا هذا المقدار. إزاي تنجو بدون المسيح؟ إزاي؟ الشان في الأصل ملاك وصارت دوت ملاك وصارت محدود الملائكة. والرب يسوع فتح ذراع كل إنسان من يقبل إلى يخرجوا خارجا. يقول لك قرب مني أحميك، هتحد بيك واخدك معايا الفردوس، وأنت اللي ترفض. طب أنت اللي هتشرب الكاس المر في الآخر. أنت هتشرب كاس المر في الآخر.
المسيح فتح ذراعيه لكل انسان، ده اختار موتة الصليب، الموتة الوحيدة اللي يكون ميتها وذراعها مفتوحة الاثنين. الموتة الوحيدة اللي يموتها ويكون ذراعها الاثنين مفتوحين هي موتة الصليب، عشان من يقبل لا يخرجوا خارجا، من يقبل لا يخرجوا خارجا. ومن هنا كم عقابا أشر إذا أهملنا خلاصا هذا مقداره، وكيف ننجو إذا أهملنا خلاصا هذا مقداره. مش ممكن. عشان خاطر كده بتكلم، هو فاتح ذراعيه لكل إنسان يقبل إليه. إن أنت أهملت أنت اللي هتشيل الشيلة، إن أنت غمضت عينك على المسيح أنت اللي هتشيل الشيلة، أنت اللي هتشيل الشيلة. وقلت لكم الشيطان في الأصل ملاك وصعد بقوة ملاك وصعب جدا فوق الوصف. ده لولا ربنا حمينا منه كانت بقت مشكلة صعبة فوق الوصف. ربنا حمينا منه حاطط له حدود. لما تشوفه في سفر أيوب كده يقول له أما نفسه تقرب إليه، عشان خاطر حتى ياخد الحاجة بتاع أملاك أيوب وحاجة أيوب ربنا سمح بها الأول، وادى أيوب قوة عشان انتصر أيوب في الآخر. فهنا بيتكلم بيقول كده كيف ننجو نحن إذا أهملنا خلاصا هذا مقداره، كيف ننجو إذا أهملنا خلاصا هذا مقداره. عشان كده بيعظم انتصارنا بالذي أحبنا. المسيح هو أحبنا وبذل ذاته من أجلنا وياخدنا معاه الفردوس. ويقول كده في سفر إنجيل يوحنا 17 أيها الآب القدوس الذي أعطيتني من العالم أريد أن يكونوا معي ليروا مجدي الذي عندك قبل تأسيس العالم. أريد أن يكونوا معي، عاوزنا معاه في الفردوس. وجعلنا ملوك وكهنة الله أبي. وحاجة ضرورية تعرفوها كويس أوي، كل اللي قبل صليب المسيح الرب يسوع بنفسه لما نزل حطم بوابات الجحيم وحطم كل قوى الظلمة، قدسهم بذاته، اتحد بيهم وخدتهم معاه الفردوس. عشان كده قال لهم أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يوم هذا فرأى وفرح. أبوكم إبراهيم تهلل يرى يوم هذا فرأى وفرح. فهنا خدكم ما بعد صليب المسيح ساب الجسد والدم عهد مقدس. وعشان كده قال إن لم تأكلوا جسد المسيح شربوا دمه ليست لكم حياة، من يأكلني يحيا بي، من يأكلني يحيا بي. فهنا عشان خاطر كده بدأ عهد جديد. ونلاحظ برضه هقول لكم حاجة بسيطة وبعد كده هنقل على نقطة تانية. لما تقرأ نبوات في سفر أشعياء، أول حاجة بسيطة لأن فيه كتير قوي نبوات كتير قوي عشان ناخد بالنا. في أشعياء 53 يقول إيه؟ ولكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله مذلولا ومجروح من أجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبجراحاته شفينا كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جموعنا. ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاه تساق إلى الذبح وكالنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. من الضغط والدينونة أخذ وفي جلاه من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. واتكلم أنه ضرب من أجل ذنب شعبي وجعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موته مع لأنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش. تقرأ أشعياء 53 بتشوف كأن صورة الصليب قدام عينك، كأن صورة الصليب قدام عينك. وده عشان خاطر كده اتكلم عنها في النبوات واتكلم عليها بقرة نور الكتاب المقدس كله عشان يعرفك ان بدون خلاص المسيح لا يمكن تنجو من ايد ابليس على الاطلاق.
بدون خلاص المسيح لا يمكن تنجو بدون إبليس، من إبليس على الإطلاق. أخطيت. بدون خلاص المسيح لا يمكن تنجو من إيد إبليس أبدا. ونلاحظها لما اتكلم سفر دانيال، وبعدين بيتكلم يقول إلى أن أتى قديم الأيام ودفع الدين لقديس العلي فملك القديسون المملكة. وأنا هقول المثل ده تاني عشان تفهموا يعني إيه الكلام اللي قاله دانيال النبي ده هوت. وقلت لكم إنسان مريض وفي أثناء مرضه جاب قرض من البنك، وبعد ما خاف واقف قدام البنك، قدام القاضي، البنك بيطالب بحقه، فبيقول له خدت القرض؟ قال له خدت القرض. مديون؟ قال له مديون. قال له ساد؟ قال له لا أملك. في الحالة دي القاضي بيعمل إيه؟ حاجة من الاثنين، إن دفع من جيبه هيحكم ببراءته، طب ما دفعش من جيبه بيطبق قانون الدفع الحبس. هو بالظبط كده. البنك ده يمثل العدل الإلهي. كلنا مديونين بذنوبنا للعدل الإلهي، كلنا مديونين بذنوب العدل الإلهي. والمدين ب50 والمدين ب500 ليس لهم موفيان. ما تقدرش توفي عدل الله أبدا. الله كلي العظمة كلي القدرة، وأنت أسأت إليه. طيب مين هيسدد هذا الذنب؟ مين هيسدد هذا الذنب؟ أسأت الله كلي العظمة خلي الكون كله بكسرك وصيته بالخطايا اللي أنت عملتها عكس إرادته. فبالتالي كلنا هنقف قدام العدل المزيون بالذنوب كلنا. الرب يسوع المجد هو الديان العادل. الرب يسوع المجد الآب أعطى كل الدينونة الابن. هتقف قدام منبر المسيح ساحة الدينونة، وهنا العدل بقى. هنا العدل. مديون بذنوبك. حاجة من الاثنين، يا المسيح هيدفع بالنيابة عنك، يا إما بيطبق قانون أجرة الخطية موت. أجرة الخطية موت. عشان خاطر كده قالها في سفر دانيال إلى أن أتى قديم الأيام ودفع دين لقديس العلي فملك القديسون المملكة. يبقى المسيح بيقول لك قرب مني وحبني زي ما بحبك وهسدد الدين بالنيابة عنك، وأنت اللي ترفض. طب ما أنت اللي هتشيل الشيلة، ما أنت اللي هتشيل الذنب. عشان خاطر يتكلم كده إيه؟ كيف ننجو نحن إذا أهملنا خلاصا هذا مقدار. هتنجو إزاي؟ هتنجو من عدالة الله إزاي؟ وأنت أخطأت لله في كسرك وصاياه. هتنجو إزاي؟ هتنجو إزاي؟ إن ما كانش المسيح بيسدد بالنيابة عنك مش ممكن تنجو. مش ممكن تنجو. مش ممكن تنجو. عشان خاطر كده إلى أن أتى قديم الأيام ودفع دين لقديس العلي ملك القديسين المملكة. إمتى ملكوها؟ لما دفع دين لقديس العلي. ونلاحظها كمان إن كل الأبرار حتى في العهد القديم كلهم ماتوا على رجاء إن المسيح يجي يسدد الدين بالنيابة عنهم وينقلهم الفردوس. وعشان كده قال كده أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يوم هذا فرأى وفرح. أبوكم إبراهيم تهلل أن يرى يوم هذا فرأى وفرح. ومن هنا اليوم اللي هيجي فيه ياخد الأبرار إنهم الفردوس. وعشان كده يقول لك في الصليب هبط إلى الجحيم وساب سبيا، يعني أخذ السبي اللي واخده الشيطان وأعطى الناس عطايا. نزل حطم بوابات الجحيم، حوط بكل كوم الظلمة، خد الأبرار نقلهم الفردوس. خد الأبرار نقلهم الفردوس. عشان خاطر كده بدون فداء المسيح، بدون خلاص المسيح، مش كنت تنجو أبدا من الشيطان، لأنك أخطأت. أجرة الخطية موت. والشيطان بيسموه المشتكي على بني البشر. تقرا في سفر رؤيا كده يقول لك كده، رؤيا صح 13، وطرح المشتكي على بني البشر في بحيرة النار والكبريت. هو الشيطان بيشتكي، ده عمل وعمل وعمل وكسر وصيتك، تاخد الفردوس ازاي؟ عشان بيعمل كده حقيقة، يعني تبقوا عارفين. يوقعك في الغلط ويسجلوا لك، وتيجي الروح طالعه من الجسد، ده عمل وعمل وعمل وعمل، تاخد روح الفردوس ازاي؟ كسر وصاياك. وانت أجرة الخطية موت. مش ده حكمك؟ حكم ربنا كده، أجرة الخطية موت. انما لما بيكون متحد بالمسيح بقى الطب بيبقى ابيض، بيلاقي الصفحه بيضة، ما يقدرش يحتاج يسد فمه، يمشي مخزي، ما يقدرش يقرب. المسيح غفر، سدد بالنيابه عنك. دم المسيح طهرها من الخطيه، ما يقدرش يحتاج.
عشان كده يتنقل أرض الفردوس على طول. عشان كده بيتكلم كيف ننجو نحن أهملنا خلاصا هذا مقداره. وبعد كده يتكلم يقول شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. وعشان الله هو صانع الخيرات الرحوم، والرب يسوع له المجد اختار تلاميذه 12 صياد سمك عشان خاطر لما الكرازة تنتشر يبقى الفضل في إيماننا لله وليس البشر، وأعطاهم سلطان أن يصنعوا الآيات والأشفياء والعجائب عشان يبقى الفضل في إيماننا لله. ونلاحظ حتى ساعة الصليب لما جه بطرس اندفع وخد السيف اللي في جيبه وفي غمده وراح ضرب العبد ملخس وقطع أذنه، الرب يسوع انتهر تلميذه قال له ادخل سيفك إلى غمده، من أخذ بالسيف يؤخذ، دعوا لهذا وراح شفاه. قال لتلميذه لا، مش تلاميذ المسيح اللي يشيلوا سيوف أبدا، لا، مش تلاميذ المسيح اللي يشيلوا سيوف، تلاميذ المسيح معهم الله، قوة الله بالمعجزات والآيات ينشروا الكرازة في المسكونة كلها. ونشر الكرازة في المسكونة كلها. وأعطاهم سلطان، وده عشان تعرفك قد إيه السيد المسيح المجد بعظيم هو سر التقوى لا ظهر في الجسد. محدش يقدر يدي سلطان لإنسان على وجه الأرض يعمل معجزات غير الله نفسه، بس هو بيدي السلطان، ادى السلطان للتلاميذ عشان خاطر لما الكرازة تنتشر يبقى الفضل في منا لله وليس البشر، لأن ربنا خلق إنسان حر وعاوزك أنت تآمن بكامل حريتك، تصلي بإرادتك لأنك بتحب ربنا، تصوم بإرادتك بتحب ربنا، تمشي صح لأنك بتحب ربنا، تحفظ الصيوط لأنك بتحب ربنا. طبعا الشيطان بيبقى العكس، عاوزك تصلي بالعافية، تصوم بالعافية، تصوم يموتك، تصلي يموتك، ده الشيطان عكس الله على طول. إنما ربنا لا، عظمته ما تسمحش يقول لك كده، من أجل محبتك لربنا بتصلي، من أجل محبتك لربنا بتصوم، بتمشي صح، بتساعد الفقير والمسكين، لأنك بتحب ربنا. ومن هنا اختار تلاميذه 12 صياد سمك وأعطاهم السلطان يصنعوا الآيات والعجائب. هو اللي أعطاهم السلطان، وهذا لا يملكه بشر على وجه الأرض على الإطلاق، على الإطلاق. ما يقدرش مثلا موسى النبي يقول لاخوه هارون اديتك سلطان تعمل كذا، ابدا، استحاله، ما يقدرش، ما يقدرش. ما يقدرش ابونا ابراهيم مثلا يقول لابنه اسحاق انت اديك تعمل كذا، ابدا، ما يقدرش، مش ممكن، ولا يملك، ولا يملك، عشان حتى هو يدي. انما اللي بيملك صنع المعجزات مين؟ هو الله، هو الله. وده اللي نلاحظه في بداية الكرازة لما كان بطرس ويوحنا داخلين باب الهيكل الجميل، نلاحظ كده يقول لك إنسان مقعد مشلول من بطن أمه لحوالي 40 سنة، مشلول من بطن أمه، موجود على باب الهيكل الجميل. داخل بطرس ويوحنا الهيكل فسألهما مؤامل يأخذ منهم صدقة، عاوز صدقة. فبص له بطرس كده بصة فحسن، تلاقي راجل مشلول قاعد مشلول بيشحت. فبطرس قال له ليس لي ذهب ولا فضة أعطيك إياك، ما عنديش ذهب وفضة أديهولك، ولكن الذي لي باسم يسوع المسيح قم وامشي. ففي الحال تشددت ساقاه وكعباه ووسب وصار يمشي ودخل معهما الهيكل. نلاحظ أول حاجة يقولها بطرس الذي لي، يعني إيه تملكه يا بطرس؟ اسم المسيح، باسم يسوع الناصري قوم وامشي، باسم يسوع المسيح قوم وامشي. فهنا ادهم سلطان، ادهم سلطان، ادهم سلطان. ورجل من بطن امه اعرج ولا 40 سنه مشلول، في لحظه تتشدد ساقاه وكعباه ويقف ويقفز لاعلى، في لحظه، لسلطان المسيح اللي ده لتلاميذه. عشان خاطر كده هم نشروا الكرازه ازاي؟ باسم المسيح، الذي لي اياك اعطيه، باسم يسوع الناصري قوم وامشي. قام ومشي. طبعا الناس كل اللي واقفين، طبعا الراجل الخاطئ يشيل الارسال المشلول من بطن امه ده، يشيل الراجل الخاطئ، والهيكل رمز للسماء.
قبل ما يتقابل مع تلاميذ المسيح كان بره السماء، انما بعد ما تقابل مع تلاميذ المسيح واسم المسيح شفاه دخل الفردوس، دخل الهيكل، يعني دخل الفردوس. لانك بدون المسيح مش هتخش الفردوس، قلت لك مشلول بره. اسم المسيح هو اللي اداه الصحه، هو اللي دخل في الهيكل، دخل الفردوس، رمز السماء ودخل السماء. فطبعا لما دخل معهما الهيكل، طبعا راجل مشلول بقى 40 سنه والناس كلها عارفاه وبتدوا له صدقه. فاول ما دخل الهيكل كل اليهود اتجمعوا حواليه. ايه ده؟ 40 سنه هو بكلمه يخف؟ تلاميذ المسيح يعملوا كده ازاي؟ ده هم كانوا بالاول على المسيح انسان يعمل معجزات كثيره يقدروا ياخدوا امتنا ويموتوه عشان بيعمل معجزات كتير، يصلبوا الرب يسوع عشان بيعمل معجزات كتيره. شوف الحسد يعني. يوم التلاميذ كمان يعملوا كده، هو قدامهم السلطان يعملوا كده، كله متجمع عليه. طبعا بطرس كده قال لهم: لماذا تشخصون الينا كاننا بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا يمشي؟ ان اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب مجد فتاه القدوس يسوع، الايمان باسمه هو اللي اعطاه هذه الصحه منكم جميعا. ده الايمان باسم المسيح هو اللي شفاه، هو اللي شفاه. احنا بشر ضعاف لا نملك شيء، وده حقيقه، احنا بشر ضعاف لا نملك شيء، انما هو اعطاهم السلطان يصنعوا الاشياء والآيات والعجائب باسم المسيح. باسم المسيح. عشان كده كان اسم المسيح يتعظم كل يوم وينضم نفوس كتيره للمسيح كل يوم، الى ان اعلن الامبراطور الروماني بعد كده المسيح الديانه الرسميه الدوله الرومانيه. يبقى 12 صياد سمك اعطاهم السلطان يصنعوا الاشياء والآيات والعجائب، ونشروا الكرازه في المسكونه كلها. عشان كده بيتكلم شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. يبقى في الأول في خلاص، ده ربنا جاي له عاوزنا نخلص وننجو ونبقى في الفردوس لأنه بيحبنا. وعشان خاطر الوسيلة اللي تخلينا نآمن بيه ونمشي معاه المعجزة. أعطاهم السلطان بقى المعجزة. شفت قوة ربنا؟ شفت عمل الله؟ شفت عمل الله؟ ده أعطاهم سلطان يقوم الموتى. أعطاهم سلطان يقوم الموتى. بولس أقام الشاب أفتيخوس وبطرس أقام طبيس. أعطاهم سلطان يقوم الموتى. يبقى هنا عشان يبقى الفضل في إيماننا لله وليس للبشر. الفضل في إيماننا لله وليس للبشر. وعشان خاطر كده كم عقابا أشر إذا هملنا خلاصا هذا المقدار. بيتكلم كيف ننجو إن هملنا خلاصا هذا المقدار. تنجو إزاي هتنجو بدون المسيح؟ مش ممكن. ده المعنى، مش ممكن تنجو بدون المسيح، مش ممكن. الشيطان في الأصل ملاك وصائد بقوة ملاك وصائد معاه تلت الملائكة، ويعني صعب جدا فوق الوصف. الحاجة الوحيدة اللي بتنجيك اتحادك بالمسيح، الحاجة الوحيدة تحتمي في المسيح ما يقدرش يقرب منك. ما عدا ذلك لا، عاوز يكبر مملكته، يخطف. عشان خاطر كده الناس اللي بتغمض عينها عن المسيح يا ويلها قدام ربنا، يا ويلها قدام ربنا. قام عقابا أشر إذا أهملنا خلاص هذا المقدار. عقاب رهيب، عقاب رهيب فوق الوصف يعني. بعض الناس مش قادرة تتخيل إن فعلا الله بيعاقب. لا، بيعاقب. ما احنا شفنا لما جابوا الطوفان الناس حادت على الأرض، نهاية كل بشر أتت أمامي، العدل عدل. أخطأهم وخطيبهم تستجوا بالموت، وما سواش بين البر والأسيم. نوح وأسرته كانوا أبرار نجاهم. إنما اللي أخطأ مات. مات. أجرة الخطيئة موت، عقاب. واللاحظ برضه لما جه حرق سدوم وعمورة، اتكلم مع أبونا إبراهيم: شرهم صاعد إلي من الأرض. شرهم صاعد إلي من الأرض. وجه كانت النتيجة في الآخر إيه؟ نزل نار وكبريت حرقهم. عشان يعرفك إن غرقت في بحر العالم اللي هو الطوفان هتتحرق بنار وكبريت في الآخرة. إن غرقت في بحر العالم يعني إيه؟ مشيت ورا الجسد والشهوات وسبت الروح، سبت المسيح. ما دام سبت المسيح هتتعاقب بنار وكبريت في جهنم. ده الآخر. ما دام سبت المسيح هتتعاقب بنار وكبريت في جهنم، ده لا محالة. فهنا بيعاقب. واللاحظ انه جه باهل نوى لما تاب ورفع غضبه عنه، وده برضه عشان يعرفك تقدم التوبه.
ولما تقدم التوبة دم المسيح يطهرك من كل خطية. ومن هنا ربنا يريد الجمع يخلصون يعمل في حق القلوب. انما لازم انت تقول له تؤمن وتمشي وراه في الطريق. لازم تآمن تمشي وراه في الطريق. مش دايما اقول للكل الثمن غالي قوي، الثمن غالي قوي. ما تفكرش، يعني لازم تبقى عارف ان الله رغم ان هو طبعا رحيم، طبعا كله رحمه كله حب، بس ايضا عادل. عادل مش هيساوي بين البر والأثيم ابدا ابدا. بر البر عليه هنجيه وشر الشرير لازم يتعاقب. ما يساويش بين انسان بيحب الخير لكل الناس ويساعد الفقراء والمساكين وماشي حسب وصيه المسيح وبيتحد بيه، مع واحد تاني بيقتل في الناس. لا ما ينفعش. ده الله مطالب بالدماء. الله مطالب بالدماء. لما قين قتل اخوه كده قال له دم اخيك صارخ عليا من الارض. الدم بيصرخ. دم اخيك صارخ عليا من الارض. هنا اللي بدور عليه ايه؟ في عقاب. في عقاب حقيقي. عشان كده بيتكلم قول كيف ننجو نحن اذا اهملنا خلاصا هذا مقداره. بقى المسيح جالك عشان يفديك وعشان خاطر انت تحتمي فيه ويدفع الدين بنيابه عنك وياخدك معاه الفردوس وانت اللي تغمض عينك. طب ما نتيجة هتبقى فريسه في يد الشيطان. هتبقى فريسه في يد الشيطان. عشان خاطر كده مخوف والوقوع في يد الله الحي. ده يقول كده كل كلمه بطاله يعطون على جواب يوم الدينونه. كل كلمه بطاله يعطون على يوم الدينونه. وربنا عمره ما يضحك عليه ابدا، حاشا الله. يعلم اعماق كل الانسان ويعمل اعماق فكر الانسان. يعلم كل شيء مكشوف قدام عينيه. وعشان خاطر كده وارجوكم ما تغمضش عينك عن ابديتك وعن خلاص نفسك. ما تغمضش عينك عن ابديتك وخلاص نفسك. تتناول على الاقل مره كل اسبوع، تسامح اللي اساليك، تمشي صح. تمشي صح. وبعدين لازم برضه يروى اعمالكم الحسن بوجود اباكم الذي في السماوات. لازم تكون حذر. ده في سفر اشعياء يقول كده صح الاولاني ان رفعت الي ايديكم استر وجهي عنكم وان اكثرتم من الصلاه اسد اذني لان ايديكم ملانه دم. قاتل اللي جاي تقول لي يا رب باي وش. باي وش تقتل وتقول لي يا رب. ترفع عينك بغم عيني، تقعد تصلي وتزعق بسد اذني مش عاوز اسمعك ولا عاوز اشوفك. لما انقلك بتدوس بقول لك خش بيتي، ما انقلك بتدوس دوري بقول لك خش بيتي. قال لك كده اكسر للجوعان خبزك، اكسر العريان، حامتهم الارمله والغريب هل يزال فجرك الصبح نورك. المشكله ان في ناس كتيره قوي كل اسف الناس اللي هيبقى عذابها رهيب وكهنم اللي يقتل باسم الله واللي يسرق باسم الله ويدعي ان الله يامر بالشر. عمر ربنا يامر بحاجه زي كده ابدا. ربنا يؤمر بالخير، صانع الخيرات الرحوم. صانع الخيرات الرحوم. ما تنفعش تمشي غلط تقول له يا رب، ما ينفعش. ان قلت يا رب ما تبصش لورا، ما تعملش الغلط، تقدم التوبه. خلاص يا رب اغفر لي مش هغلط تاني. عهد يا رب وتقوم على طول ما ترجعش لورا. تمسك نفسك غلط لازم لان الثمن غالي. الثمن غالي. صدقوني اصعب شيء هيصدم الناس يوم الدينونه هو عدل الله. اصعب شيء هيصعب الناس ساعه الدينونه هو عدل الله. كل كلمه بطاله لها حساب. كل كلمه بطاله لها حساب. تقف قدام عدل الله. ارجوكم بقول لكم الابديه غاليه. الابديه غاليه. تحفظوا الايه دي. كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. ازاي تنجو بدون خلاص المسيح؟ ده امر مستحيل. ارجوكم نكون واقفه مع النفس، نقرب، نمشي صح. الحاجه ترضي ربنا نعملها، هتلاقي ربنا يبارك في كل حاجه انت بتعملها. ربنا يحفظك ولو كل مجد وكرامه الابد الابد الامين.